اكيد تظبيط الكاميرا اللي انا قاعد فيها كل ده مش بعملها لك كده وخلاص. جايب لك شغل يا اللي مش لاقي شغل، يا اللي عايز تشتغل، عاوز تسوق لنفسك، نفسك تلاقي شغل، عارفك يا اللي بتتفرج على الشورت مش لاقي شغل. انا عارف الناس كلها دايما لما بتبقى عاوزه حاجه بتبص للنتيجه قبل ما تبص للطرق اللي بتوصل للنتيجه. انا هنا جاي اقول لك الطرق اللي توصلك للنتيجه. ايوه ما تخافش، يلا بينا. هم 5 حاجات يا معلم تركز فيهم قوي علشان مهمين جدا، لو عملتهم هتدعي لي. اول حاجه لازم تعمل لنفسك سي في احترافي تحط فيه كل الحاجات اللي انت عملتها في حياتك في السي في ده باستخدام برامج احترافيه زي الوورد وبرامج تانية كتير غير الوورد، ما تعدش. اهم حاجه ان هو يكون مش تمبلت جاهزه، ها مركز في الكلمه، ما يكونش تمبلت جاهز. ثاني حاجه ان انت تفتح حساب على اللينكد ان، اهم سوشيال ميديا بلاتفورم للتوظيف في العالم. واللي يقول لك ان اللينكد ان ملوش لازمه اركنه على جنب، لان اللينكد ان حتى لو مش هيجيب لك شغل فهو برضه وجوده مهم، وان انت تكون بقى مهتم بالاكونت ده اهم من كل حاجه في الدنيا. ثالث حاجه بقى ان انت جنب الاونلاين ماركتنج اللي بتعمله لنفسك ان انت تكون برضه محتفظ بسوابق اعمالك بشكل اوفلاين، وده علشان لو انت موجود في اي مكان ما فيهوش نتورك تقدر توري للناس الاعمال بتاعتك بشكل اوفلاين. ركز معايا ركز معايا. رابع حاجه بقى اللي انا هبقى مستغربك قوي لو انت ما بتعملهاش دلوقتي، وهي ان انت ازاي تستخدم ادوات الاي اي. احنا في 2025 ها، خد بالك الاي اي دلوقتي بيقضي على وظائف كتير جدا كانت الناس بتعملها، ومش بعيد يكون الدور عليك. فلازم يا معلم تواكب وتعرف ازاي توظف اداه الاي اي ايا كانت هي ايه في شغلك، وتخليها تنجز لك التاسكايه اللي كانت بتاخد ساعتين في ساعه واحده، واللي كانت بتاخد 4 ساعات في ساعتين، وده اللي بالتالي هيحسن من انتاجيتك ومن كفاءتك في اي شغل هتخش فيه. خامس واخر حاجه بقى ان انت لازم تكون شخص عنده ذكاء اجتماعي، بيعرف يكون علاقات اجتماعيه في اي مكان هو فيه، وده سواء كان على مستوى السوشيال ميديا او على مستوى الحقيقه. وان كنت فاكر ان توسيع دايره العلاقات ده شيء مش مهم، جربه بس وهتبقى تعرف وقتها انا ليه قلت لك كده، وهتدعي لي. دي كانت اهم 5 حاجات يا معلم هتعملهم عشان تعرف تلاقي شغل في سوق العمل بمنتهى السهوله. ما تنساش بقى تتابعني علشان تستفيد بكل ما هو جديد وتعرف كل ما هو غريب على كوكب الارض. سلام.